ابنتي نورهان رمضان محمد عبد الرازق. بعد الجدل اللي بيثير بنت الداعية رمضان عبد الرازق الحجاب يوم قران الكتب كتاب بتاعها، وقالوا البعض ان الشيخ الجليل لا يطبق الكلام اللي بيقوله على العائلة بتاعته، وسخروا الناس وقالوا بائع المخدرات لا يدوق لا يتعاطاها. خرج الشيخ خالد الجندي عضو مجلس الشيخ الإسلامي لا يرد على حالة الدجل على موقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكر في الحلقة بتاعت الاجتماع لعلهم يفتكرون. وقال خالد الشيخ الجندي الاحتجاج ده هو نوحي عن ايه؟ الحمد لله ان نوح ما كانش في زمن السوشيال ميديا. لو كان نوح في ايام السوشيال ميديا كان اتكلم عن عدم سيطرته عن ابنه، انما لم يستطع ان يقدر يجذبه للايمان. يقال ان هو فشلوا في اقناع الاسلام. الجهل الذين يأكلون ويقعدون على مصاطب السوشيال ميديا زمانهم كانوا بيقولوا كان يجب على نوح ان كان يجذب ابنه للإسلام وكان ينظر لزوجته، وكان نوح ولوط قصروا في دعوته، حاشا لله عليهم صلاة الله. قولوا الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفوا. أنا لا أتكلم عن الحجاب، أتكلم في قضية لا إله إلا الله. ممكن نتهم نوح ولوطا بالفشل. لو كنت موجود أيام نوح ولوط كنت قلت يا أخي قول لزوجته الأول، وكان يجب أن ينصح ابنه الأول. وإذا كانت زوجته مش مقتنعة بيه وهي في حضنه وبيته كيف تقتنع الآخرين؟ نفس الشيء يتكرر مع أعداء نوح ولوط الذين يستقون نوح ونوح وإبراهيم برضو أيضا نبي وحجته مثل سيدنا إبراهيم. هل هناك ينافسه في الجدال؟ ما قومه عبد الكواكب، وأيضا اتكلم مع قومه لعبد الأصنام. سيدنا إبراهيم لا يقنع أباه بالإسلام والتوحيد. طبعا كان سيدنا إبراهيم موجود في أيام السوشيال ميديا كانت هتنزل نفس المنشورات. لماذا لا يقنع أباه؟ هل توقف سيدنا إبراهيم لأن أباه كافر؟ هل توقف لوط عن الدعوة لأن زوجته كافرة؟ هل توقف النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لأن عمه لا يقتنع؟ لماذا تعلقوا المشانق للشيوخ اللي استفدتوا منه من علمه ومن خيره ومن بره ومن حسن أحاديثه؟ ولماذا؟ علشان بنته اتصرفت بالشفافية يوم زفافها. لماذا ينسب الأمر لأولاد الشيخ؟ هو انتوا اللي مش عارفين ان الشيوخ بشر زي مثلكم وليس ملائكة؟ العالم الجليل ومقداره. لا ننسى للشيخ رمضان علمنا بيه بعلمه وكرمه يحسبون على ما لا يفعله على بنته اللي فعلته بنته. ثم يا أخي كنا الحجاب فرض، وأي واحد بيقول إن الحجاب فريضة فعلا غصب عن خالد الجندي وغصب عن رمضان الرزاق وغصب عن أهل الأرض كلهم أن الحجاب فريضة. نغير الدين بسبب تصرفات. ثم نقول يا جماعة علموا أولادكم عن الخير والنهي عن المنكر والخير بدون ضغط والإكراه. الله يقول للنبي ليس عليهم بمسيطر. هل تريدون من الشيخ رمضان عبد الرازق أن يسيطر؟ الله بيقول عليك البلاغ. هل تريدون من خالد الجندي أن يمسك القربات؟ لما يكون الشيخ شيخ متحضرا ما يرغمش حد على تقولوا عيب إنه ما، وإذا أرغمها تقولوا ده احنا مش متحضرين. كيف نعامل أبناءنا بالحضارة؟ ابنتي نورهان رمضان محمد عبد